الأجور في المغرب خصها تتبدل. 2000 درهم و3000 درهم ما كتعني والو، خصوصا في المدن الكبيره بحال الرباط وبحال الدار البيضاء. كي غيدير لهذا الانسان؟ وريوني كيفاش غيدير. هذه 30 عام ولا اكثر. لقيت واحد السيد في التران قال لي يا سي بنكيران انا غير الكارو ديالي والقهوه والساندويش في النهار 100 درهم. كيفاش غيدير هذا الانسان هذه الفلوس هذو؟ الاجور خصها تتغير. الاغنياء ديالنا خصهم يفهموا واحد القضيه. اسمحوا لي يا الساده الاغنياء المحترمين، حنا ما كنحسدوكمش طبعا، ما كنحسدوكمش، ولكن هاد الاغنياء اللي ولاو ملايريه بالدولار هاد الشيء ما خدامش، ماشي طبيعي. باين بنادم اللي كيربح على بدراعو باين شحال غادي يمكن له يربح. باللي تشوف الثروات ولات بالملايير ديال الدولار معناه انه شي حاجه ماشي هي هذيك، وان شي فلوس ماشي هما هذوك. بلا ما يجي السي عزيز يقول لنا انا باقي تنخلص لكم البوطه 100 درهم وهي ثمنها 140 درهم. حنا عرفناك باقي كتخلصها لانه ما يمكنلكش تحيدها، ما عندكش الرجله، ما عندكش الرجله باش تحيد البقص. ولكن كنقولوا لك حنا كنشكوا واش ديك 100 درهم كلها، واش ديك 100 درهم كلها خصها تخلص ولا كاين شي حاجه كتمشي في الدمشقي. نقول لكم انا بصراحه، انا كنت رئيس حكومه كنعرف اش كنقول.